يا مساء الفل عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا مساء الدلع، يا مساء الناس الشقيانة، يا مساء كل حاجة حلوة. الناس الشقيانة والإيد الشقيانة كسبانة. تمام، يلا بينا نشقى ونشوف النهاردة يومنا ايه ويومنا عامل ازاي، ونعمل حاجات من القلب اللي هو تنظيفات بقى وحاجات كده. بصوا بقى، عايزة اقول لكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا على النبي يا جماعة قبل أي حاجة. عايزة اقول لكم اول حاجه النهارده بقى، طبعا ما عنديش حاجه في البيت خالص. انا قايله لكم الفيديو اللي فات ما عنديش اي حاجه في البيت. فالنهارده بقى قلت العوديه بقى اشتري لنا بقى شويه حاجات كده بسيطه، بحيث ان انا ايه اقضي بيها بس الكام يوم اللي فاضلين في الشهر. وبعد كده ان شاء الله بدايه الشهر الجديد ابقى ايه انزل السوق اشوف الطلبات كلها اكتبها في ورقه. توابل بقى ومنظفات وانتوا فاهمين الحاجات دي. اكتب كله في ورقه اللي ناقصني، وانزل ان شاء الله ايه القطه بقى حاجه حاجه باذن الله يا رب. ان شاء الله باذن الله نجيب حاجتنا على خير ان شاء رب العالمين. هنا بقى كنت خليت عضيه، قلت له هات لي كيلو طماطم ونص خيار، وقال لي هنجيب فلفل، وعرفت طبعا ان احنا ايه بنحب الفلفل. عندي شطه بس ما عنديش فلفل. قال لي وجاب نص فلفل، وجاب هو اللي جاب الجزر، ما قلتوش عليه بس هو بيحب الجزر بقى بالليل ايه يقشروه كده ويقعدوا يقرقشوا فيه. فما عنديش مشكله، قلت له تمام ماشي هات. وطبعا وجاب بطاطس برضو كيلو. حاجات انتوا فاهمين، حاجات بسيطة تمشيني الكام يوم اللي باقيين في الشهر. يعني على ما يجي اخر الشهر هتكون الحاجات دي ان شاء الله ايه خلصت يعني. بس يلا بقى نشقى شوية كده، وتعالوا بقى معايا على المنظر اللي هتشوفوه، اللي هو ايه عارفين يعني منظر صعب 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 يعني. اول حاجة بقى البلكونة هنا دي، كان بقالي كام يوم كده عايزة اعملها، وكل ما اجي اعملها حاجة تطلع لي تاني اعملها واسيبها واركنها وهكذا، اقفل الباب عليها وكأني مش شايفاها خالص. دي البلكونة في المطبخ، تمام. ففي باب ليها يعني خاص بيها وكده، فبقفلها خالص وكأني مش شايفاها. دي بعمل بيها حاطه فيها مثلا يعني كنت حاطه فيها اللي هو الطشت ده، وكنت حاطه فيها ايه حاجات بسيطه، وكنت فرشاه وكانت خفيفه. طبعا معتز ساعات بيدخل وانا بطبخ كده يلعب هنا، بيجيب البتاعه دي ويقعد يلف نفسه ومش عارفه ايه ويعمل خيمه وحاجات كده. فاللي هي الفرشه دي، فكل ده طبعا هشيله هدخله الحمام عشان يتغسل لانه مطرب وكده. وترويقه عميقه للبلكونه علشان حتى فرشه البلكونه دي هتتغسل ان شاء رب العالمين. يعني هسيب البلكونه ومش هفرشها. قلت بس يلا اتشجع واخد جرعة نشاط. هنا احنا كنا بقول لكم يا مساء الخير ليه، لان احنا هنا كنا داخلين على اذان المغرب ان شاء الله. كان خلاص بقى اللي هو الجو بسرعة بسرعة، خلصت الاكل ورتبت نفسي وظبطت الدنيا. قلت لا ما بديهاش، هطلع من المطبخ مش هطلع من المطبخ الا وانا منضفه البلكونه. هنا بقى البلكونه البصل مع الهوا اليومين اللي فاتوا كانوا هوا بقى بالليل وكده. بصوا انا حاطه البصل هنا والثوم والخزين يعني. ف الهوا بقى طير قشر البصل وطير قشر الثوم والحاجات دي وبهدل الدنيا بصراحة. فقلت لا مش هسيبه، وهمسك البصل ده انضفه، هطلع اللي هفرمه وافرزه منه. يعني هعمل على قد ايه شغل الشهر باذن الله كده، واسيب منه اللي هو بس إن كان للشوربه والحاجات دي خفيف مش هيجي يمه يعني. بس يعني هعمل ايه اللي هطبخ منه هفرزه. هفرزه ازاي؟ بتفرزي بقشره وافرمه في الكبه واشيله ايه في علب في التلاجة على قد الوجبة بتاعتي، اطلعها جاهزة على طول زي الطماطم كده. فاهمين؟ زي التسبيكة كده. بيبقى حلو وسهل، ما يعني بيسهل عليا بصراحة الطبيخ يعني. مبقاش فاضية بحط كله على بعضه كده واشتغل. هنا بقى بصوا كنت قلت لا هظبط الدنيا والم التربو والحاجة اللي فيه قشر التوم، وعايزة امسك التوم ده اقشره هو والبصل واظبطهم. قلت لا الم الدنيا بقى والم البلكونه وانضفها، علشان انا مش متعوده عليها كده الصراحه يعني. انا عايزاها دايما نظيفه ومترتبه. ممكن بستخدمها بقى احط فيها منظفات، انتوا فاهمين، علشان هي في المطبخ فبستغلها في الحاجات دي. وفي الصيف في الشتاء ما بنستحملش ان احنا حتى نفتح البلكونه ولا ندخل فيها. انتوا فاهمين اللي هو سقعه سقعه يعني، اللي هو هواها شديد والسقعة بتاعتها اللي هو حتى وانا بطبخ ما بستحملش ان انا افتح بس السلك بتاع البلكونة. انما في الصيف لا، في الصيف بحب افتحها لانها المنفذ الوحيد للمطبخ، وكمان بدخل طراوة. ومعتز بيلعب بقى فيها كده واحنا ايه واحنا بنطبخ وبتاع. وساعات برضو بندخل نقعد جوه في الطراوة كده نشرب شاي، نقعد ناكل كيكة،
نقعد مثلا لو عاملين بيتزا ولا حاجة. مرة كنا عاملين بيتزا قعدنا كلنا فيها في الصيف، كانت حلوة والله وكانت طراوة وكده. بس طبعا كانت نظيفة، ما كانتش متبهدلة كده يعني. يعني بننضفها ونظبطها ونسقيها ونقعد فيها عادي. بس دلوقتي لا طبعا ما ينفعش لان الجو ساقع فيها. هنا بقى كنت كنستها وروقت عليها وزعفتها كمان، لان السقفية كانت مليانة عنكبوت وكده، لان التراب بيجمع فيها على جنب في الاركان فوق في السقفية. فدايما ايه، ما عنديش زعافة، بعت عشان اشتري زعافة مش لاقي زعافة خالص، مش عارفة ليه. فبعمل السقفية بقى بالمقشة لحد ما ربنا يسهل ونجيب زعافة. هنا بقى المية اللي انا كبيتها دي كانت مية سخنة، جايباها من السخان كده، قلت عشان برضو ايه تنضف معايا، وحاطة فيها فنيك وكلور، وحاطة فيها شوية صابون يعني ايه، وحاطة فيها معطر، مظبطة المية ان انا ايه اطهر واعقم وانضف واعمل كل حاجة في وقت واحد، 4 في 1. بس وجيت بقى دعكتها بالمقشة السلك كده، علشان خاطر ايه البصل كان مبقع فيها منقط. الشتا الدنيا لما شتت المية برضو ايه دخلت على البصل، فمش هحطه بقى في الشتا في البلكونة، فادخله جواه. بس هنا بقى قلت انشفها علشان خاطر ايه واسيبها بقى ايه، ابقى خلصتها يعني وكله تمام، ما كنستش واسيبها وارجع سيقها في وقت تاني. مش لا، بالمرة كده قلت كله ورا بعضه كده علشان خاطر تنضف وتبقى زي الفل، وما كسلش عنها تاني يعني. عشان عايزه اغسل بقى الفرشه بتاعتها، واغسل الطشت والم الدنيا يعني واظبطها واروق بقى. احنا خلاص بدأنا بقى في العد التنازلي، انتوا فاهمين. آه بتاع بقى الامتحانات والحاجات اللي هي ايه اللي احنا داخلين عليها دي. فعايزه بقى الايام ديت اخلص تنظيفات للشقه، ويعني هعمل تنظيفات اللي هي نص عميقة يعني مش عميقة أوي. انتوا فاهمين، اللي هو تنظيف بسيط برضو ومش متعب، وفي نفس الوقت ايه ما تبقاش الدنيا انا متضايقة منها وما تبقاش تعبان، علشان خاطر الولاد هيكونوا داخلين ان شاء رب العالمين على امتحانات. فتكون الدنيا معايا رايقة وزي الفل، وابقى مركزة معاهم، وابقى مركزة بقى ان ايه ان احنا نقعد نراجع، نقعد نعمل حاجة كده يعني. هنا بقى حتى الباب ده نفضته وعملته بالفرشة وظبطت عليه ومسحته وكده. بس هنا بقى كان عدي زارع عندنا زرعة صبار كده، فهو مهتم بيها يعني. فدي كان اللي هي بيعملها دي كان زارعها، كانت الأول ريحان وماتت، فما لقاش ريحان تاني، راح جايب حاطط فيها بصل وزرعت بصل وطلعت، راحت جايه القطه واكلاه. كانت له زرعت البصل، قال لها طب والله ده زرع لك توم. قال لها والله اللي زرع لك توم، وراح رايح واخد توم وراح حاطه في قلب البتاعه دي، وهيزرعها بقى من اول وجديد توم. فان شاء الله استنوا زي النهارده كده، تعالوا خدوا من عندنا توم، محدش يشتري توم السنه دي، السنه اللي هتبدا دي محدش يشتري توم، استنوا التوم بتاعنا لما يطلع ان شاء الله. بس هنا بقى دخلت طبعا، ما ينفعش فيديو او يوم يعدي من غير طبعا ايه ما نغسل المواعين. ازاي؟ لا يجوز. احنا بنطبخ بنغسل المواعين، بنعمل عصير بنغسل المواعين، بندخل نصلي بنطلع نغسل المواعين، بنسلم على بعض في البيت بنطلع نغسل المواعين. فيومنا كله ضايع في المواعين، الحمد لله. بس طبعا بتنشط بقى لما بنعمل شويه رغاوي كده في المواعين. اول ما تحطي بتبقي كسلانه ومتضايقه وتعبانه وشايله هموم الدنيا وعماله تفكري في ده، وهتجيبي ده وتعملي ده وتشيلي ده وتحطي ده، والدنيا مكركبه فوق دماغك وما انتش عارفه تعملي ايه. بس اول ما بتبداي بالمواعين وتحطي ايديكي في شويه الميه كده، خلاص الدنيا بتنسي الدنيا، حتى لو بردانه بتتدفي، وتلاقي نفسك كده خدتي جرعه نشاط وكل حاجه يعني. حبوا المواعين. حبوا المواعين معايا، حبوها ماشي. فهنا كانت اصلا ما كانتش مواعين كتيره، بس هي اللي يعني الحوض عشان صغير مش حوض كبير بقى، فباينه ان هي كتير يعني. كانوا الصينيتين دول، وكانوا الكام طبق بتوع ما كان رز بلبن. الازايز بقى انتوا فاهمين، ازايز دي طبعا كارثه في حياتي، بس لازم انملاها، لان هما يعني مثلا اللي بيجي بيروح مدرسه بياخد الازايز بتاعه المدرسه، اللي هي العاديه بتاعه زي الزمزميه كده. ف الازايز دي بقى اللي رايح درس رايح تمرين يسحب من على الرخامه ويجري على طول، ما يستناش ان انا اغسل بقى بتاعه المدرسه او املاها وكده، لا يسحب من دي ويمشي على طول ايه يشوف مشوار يعني. واحنا برضو بنستخدمها في البيت، هي حلوه وخفيفه اصلا يعني. بس مشكلتها بقى بتزهقني بقى مع المواعين وكده، بتبقى مش عارفه تغسلي مواعين، تغسلي ازايز ولا تملي ولا كده يعني، ممله شويه. بس الله المستعان بقى. يلا بدأنا بقى ايه، عايزين بقى يا بنات الايام الجايه
ان شاء الله كده ربنا يعيننا ويقوينا. نبدأ بقى نشوف ايه، احنا داخلين على يعني خلاص قربت، فاضل حاجات بسيطة خالص ونلاقي نفسنا في شهر الخير وشهر البركة وشهر رمضان اللي هو بصوا احنا بنستناه وبنقعد يعني يخلص رمضان النهاردة، بنقعد نستنى رمضان اللي جاي من اخر يوم في رمضان. فربنا يجيبه علينا بالخير والبركة ان شاء الله. فاللي عندها بقى ايه، تعالوا يعني نتكلم في شوية أفكار كده. اللي مثلا عندها لمبة بايظة أو المكان ده مضلم، في لمبة واحدة ممكن نزود نجيب لمبة كمان. نبدأ بقى من دلوقتي. عندي مثلا عايزة أجيب طقم حافظ، عايزة أجيب طقم كوبايات جديد لرمضان، عايزة أجيب. تبدأي بقى تجيبي من دلوقتي بدل ما تيجي مثلا مرة واحدة، لا وانتي في السوق كده أو لما تنزلي مشوار أو أي حاجة، ممكن تخلي معاكي مثلا 50 60 جنيه زيادة على المشوار اللي انت رايحة فيه، وتلاقي نفسك ايه، جبتي بيه حاجة مفيدة، مش حاجة يعني كده. حاجة مثلا تستخدميها في المطبخ، عايزة تجيبي سكينة جديدة، عايزة تجيبي طقم توابل جديد، عايزة تجيبي بلاستيكاية مصفى، حاجات كده يعني. الحاجات اللي احنا ايه بنستخدمها في البيت دي طبعا. احنا معروفين عننا ان احنا كستات بنحب التجديد ونحب المشتريات. شغلتنا ان احنا بنحب نشتري، حتى لو زهقانة بتحبي تشتري، بتطلعي من المود اللي انت فيه وبتشتري. ف طبعا احنا ايه، مش هنشتري طبعا كده وخلاص، بس احنا بنتكلم ان احنا يعني مثلا عندي كرسي مكسور وسهيانة عنه، لا رمضان بيجي بقى ينشطنا اللي هو ايه، ممكن ناخده نوديه دلوقتي يتصلح. عندي مثلا مفرش عايزة اظبطه، اخده مثلا نوديه مكان يتظبط، وهكذا يعني. شكلي داخل على دور برد تاني والدنيا كده مش مظبوطة الحمد لله. بس المهم بقى ايه، قلت بقى لما اغسل المواعين واظبط الدنيا عشان خاطر اطلع من المطبخ ما يبقاش ورايا حاجه، انتوا فاهمين يعني. خلاص بقى دخلت المطبخ، احنا بندخل المطبخ من الصبح بنطلع بالليل بنسلم. لو احنا بنشتغل والله العظيم لو دي شغلانه، ده احنا كنا نكسب دهب من وقفتنا بس في المطبخ. فالمهم بقى عايزين بقى ايه، عايزه بقى مثلا عندك اي حاجه عايزه تظبطيها ظبطيها، عايزه بقى تجيبي بقى تنزلي السوق تتمشي كده، لو مثلا كل اسبوع مره اخر النهار كده تشوفي مثلا ناقص ايه. لو مش لازم تنزلي السوق، لو انت مش حابه تنزلي خالص، دلوقتي كله من على التليفون اونلاين يعني. المحلات طبعا القريبه منك اللي عامله عروض، اللي عامله حاجه مثلا حاجه نفسك تجيبيها وكده، اعرفي احفظي الحاجه عندك على التليفون، ومادام حطيتي الحاجه في دماغك يعني اللي هو ايه، نعمل هدف لنفسنا، انتوا فاهمين. زي ما بنعمل مثلا ان احنا نجيب هدوم ولادنا، نجيب ده نجيب ده. الحاجات دي برضو بتبقى مهمة وتكون حاجة مريحة يعني، حاجة تريحنا مثلا ايه، في البيت يعني، انتوا فاهمين. مثلا عايزة اجيب طاسة جديدة، عايزة اجيب حاجة بحوش لها مثلا من هنا، او مثلا مش شرط احوش لها، اخطف كده حاجات، حاجة في حاجة كده، ونحوش الحاجة وان شاء الله ايه، نستخدمها بالخير ان شاء الله. هنا بقى بصوا كان القلم المواعين كلها خلصتها، باجي في الاخر زي ما انتم عارفين متعودين معايا ان انا ايه، باخد حته سلكه كده واستخدم الصابونه العاديه خالص، وادعك بيها الالومنيوم. سهله وبتخليني ما تعبش ايديا واقعد بقى ايه اضغط وادعك واعمل كده، لا بتسهل عليا خالص. هي لفه واحده ولا لفتين كده في الصينيه وخلاص، بتخلي الصينيه معايا زي الفل ومنوره. فالصراحه يعني حلوه يعني انا معتمداها حاليا في الغسيل عندي بتاع الالومنيوم. بس ده كان يوم بسيط. طبعا انا عملت حاجات كتير 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 غير الفيديو، انتوا فاهمين، لان طبعا التليفون عندي مفيش مساحة. فوالله انا كنت حابة اطول الفيديو بتاع النهاردة ده الصراحة، واعمل فيديو يعني نص ساعة مثلا او حاجة، بس ما عرفتش لان التليفون مفيش مساحة ان هو يتحمل يعني. فالله المستعان بقى، الحمد لله على كده. وده فيديو بسيط برضو، يا رب تكوني اتشجعتي منه في بحاجة، او تكوني استفدتي منه لو بقدر بسيط حتى، بأي معلومة بأي حاجة، تكوني اتنشطتي ان انتي مثلا لو عندك شوية مواعين في الحوض وكسلانة عنهم تغسليهم وتنضفيهم. واشوفكم على خير في فيديو